الناس، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. غادي نشارك معكم هذا النهار مشتريات اللي خديتهم من اكسيون، وفي نفس الوقت غادي اللي باش ننظم المطبخ ديالي، وفي نفس الوقت غادي ننظم المطبخ ديالي وغادي نشارك معكم المشتريات. حريره مغربيه بما انه قالنا والو على رمضان، غادي نشارك الطريقه ديالي لتحضيرها. خديت في اول حاجه هاد لي دو بلاطو ميغوار، خديتهم اكسيون، كاين كبير واحد صغير. وغادي نشارك معكم هاد العطريه اللي خديتها من تما حتى هي. خديت هذا هنايا، هذا حار فيه جابوه مؤخرا. وخديت هاد الملح يعني غوز، يعني صحي بزاف الا تاخذوه من تما، احسن من الملح العاديه اللي كنستعملوها. وخديت الاخرى هي فيها الملح وفيها حبه كحله. وخديت هاد الزلافات صغيرين صغار بزاف، تقدروا ديروا فيهم اي حاجه هكا مرافقه يعني الطاوله تاع رمضان ولا الطاوله العاديه فوق الطابله. وخديت الزلايف ديالهم كبار، يعني نفس الشكل، خديت نفس اللون، يعني فيهم بيض وهذا الكحل شويه بحال لي كري، مي زوينين مزلجين من الداخل ومن الفوق. خديت منهم 6. وهاد المنظمات فقط خديتهم المره اللي فاتت، وشي وحدين استعملتهم، شي وحدين مازال راني عاد نعمر فيهم، بما انني ننظم المطبخ وكل شيء قبل رمضان وكل شيء، قلت نشاركهم حتى هما معكم ونعطيكم فكره. بحال هاد الفيديوهات كيعطيونا واحد الطاقه ايجابيه بعدا باش نوضوا ننظموا المطبخ. بعض المرات كنكونوا بعض المرات ما يكونش الوقت، ولا كنحطوه هكا بحال هكا اللوز ولا جلال ولا اي حاجه كنستعملوها للمطبخ، كنحطوهم هكا بما احسن. يعني ناخذوا هاد المنظمات ونديروهم هكا، ونستغناو كاع دوك البلاستيك وكل شيء، لحقاش كياخذوا البلاصه. كما كتشوفوا هنايا نظمتهم على هذا الشكل حتى الاخر. غادي نشارك معكم البلاصه اللي حطيتهم فيها، ودرك غادي نكمل معكم يعني تنظيم المطبخ. كما كتشوفوا هنايا حطيتهم هنايا في هذا الموبل، عندي طويل. عندي منظمات اخرين عندي خديتهم من ايكيا، دوك تاع الزاج وكل شيء قدام بزاف، يعني ما صورتهمش معكم. المهم هادو درت فيهم هنا هاد المكسرات ولا لي باط ولا تقدروا فيهم اي حاجه. وهنايا هنايا خديتها عندي حتى هاد المنظمات هنايا، تقدروا ديروهم الطباسه ولا الزلايف، المهم اللي بغيتو، حتى هما زوينين. انا درتهم هنايا في هاد الجهه الفوق. عندي هنايا هاد ليطاس، غادي نستفهم هنايا هكا مع جايطه وحده فوق وحده، يعني ما كياخذوش البلاص، وهكا نجبدوهم بكل سهوله وعندهم بلاصتهم تبقى منظمه. ودرك غادي نبدا معكم تنظيم حتى هذا. كما كتشوفوا عندي راه بلايص خاويين، بلاصه عامرين، يعني ماش منظم مزيان. غادي نيطوي بهذا البرودوي كناخذو من اكسيون، حتى هو زوين بزاف، فيه واحد الريحه زوينه تبقى في المبل، يعني ملي تمسحوا به وكل شيء كيبقى نهار كامل ولا اكثر. وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللمعان، ولا كان عندكم فيه شي ليط خاص ولا كيتمحى. لقاش هذا البرودوي فيه الزرق وفيه الغوز، وما كل واحد لمن يصلح خاصكم تتقراو باش تاخذوهم، ما تخلطوش وتاخذوهم هكاك. صاي غادي نخوي كاع هاد المبل هنا عندي، وغادي نمسح بهذاك هذا البرودوي تاع اكسيون. وتشوفوا راه عندي فيه ليط خاص هنايا كل شيء. غادي نخليه واحد 3 دقائق ولا 4، ومن بعد غادي نمسحو كيولي كيلمع. نمسح البيبان، نمسح كل شيء، وناخذ شي شيفونه هكا تكون نقيه مزيانه. عندي هادي غادي نمسحها مع كبيره كل شيء، كتمسح دقه واحده. كما كتشوفوا كبيره بزاف ماشي صغيره، ونمسحهم مزيان. ومن بعد غادي نستفهم باش غادي نوريكم شنو درت هنايا. المهم بدلت كاع البلايص كل حاجه وبدلت لها بلاصتها، وفي نفس الوقت ضبطهم حسن ما كانوا. هنا نمسح مزيان وكل شيء وغادي نستفهم. المهم انا ما صورتش معكم بزاف باش الفيديو ما يكونش طويل، يعني شاركت معكم الاساسيات تاع الفيديو.
هنايا كما كتشوفوا هنا استفدت هادو كانوا عندي في التيغوار تاع الموبل، واستفدت هادو هنايا من الاحسن، والاخرين اللي غادي نستعملهم يا رمضان كامل كلشي بحال الزلايف اللي كانوا هنايا وكلشي درتهم في التيغوار وحيدتهم من هنا. وهنايا حتى هما غادي نحط يعني الحوايج اللي كيكونوا كبار كنستعمل بغيت نديرهم هنايا حسن من الجولق حسن التيغوار لحقاش كياخذوا البلاصه هنايا بزاف. وهنايا هاد لي تيغوار حتى هما خويتهم وغادي نمسحهم مزيان كما كتشوفوا باقي لي تخاس وكلشي. ضروري كتكون الغبره كيكون خصوصا مع اللي عنده الاطفال وكلشي. غادي نمسح برا من الداخل كلشي بعد غادي نستو يعني داكشي كله هكا وي البنات نكمل معكم الفيديو. هنا غادي نحضر معكم حريره مغربيه 100%. كما كتشوفوا هنا عندي قزبر معدنوس والكرافس وعندي البصله والطوماطيش هادو الضروريات. المهم انا ما عندي ندير فيها لا لحم لا حتى شي حاجه لاقاش غادي نعطي واحد لافوازين قدامي الجاره قدامي. المهم هي ما تاكلش اللحم يعني ضروري ما ندير فيها لا لحم لا والو. قالت لي خصها يعني الخضره ولا هكا. المهم هي تاكل العسوب نتاعنا ولكن ما تاكلش اللحم لحقاش فيجيتاريان ما كاكلش كاع اللحوم. هنا درت البصله والطوماطيش وغادي نطحنهم مزيان كما كتشوفوا. درت فيهم شويه د الماء باش نطحنوا في الساع بكل سهوله. انا من بعد ما طحنتهم عادي درتهم هنا في الكوكوط ومن بعد غادي نطحن القزبر المعدنوس الكرافس. بما ان على رمضان ما بقى له والو ان شاء الله لا يجينا من الصائمين لا فاقدين المفقود ان شاء الله. غادي نقطع هاد الكرافس نقطعوه كبير كما كتشوفوا هكا لحقاش غادي نميكسيهم مزيان. نطحنهم كما طحنت الطوماطيش والبصله. المهم بالنسبه للحريره كل واحد الطريقه باش كيحضرها. حقا جات زوينه بزاف واخا ما درت فيها لا لحم لا حتى شي حاجه جات واعره ماشي نشكرها ولكن جات زوينه. هنايا من بعد اللي درتهم هنايا في الروبو. المهم نضيفوا لهم شويه د الماء باش يتميكساو في الساع بكل سهوله. هنا من بعد ما طحنتهم حتى هما ضفتهم الكوكوط. وهنا درت الحمص. المهم كاين اللي بغى يضيف له العدس كيضيف كلشي بزاف هاد القطاني. المهم بغى الحمص ما كنديرش العدس. درت شويه د الزيت وغادي نديرهم فوق النار هنايا باش غادي نضيف الماء تقريبا. غادي نضيف يطرو تاع الماء هذيك الكميه اللي درتها كما كتشوفوا. عندي هاد الغرة فيه المهم يطرو شي حاجه انا ما عمرتوش كامل صافي. وبالنسبه للتوابل كتكون فيه مهم كما تعرفوا الكرويه الكبابه هادو ضروريين في الحريره كيعطيو واحد النسمه زوينه. غادي نحركوا هاد المكونات. طبعا نديروا الملح. المهم هنا الفيديو وقف لي ما عرفتش علاش. غادي كما كتشوفوا هنا غادي نحركهم مزيان
ومن بعد غادي نضيفو العطريه. هنا ضفت هاد الملح، راه زوينه بزاف البنات، صحيه احسن من الملح اللي كنستعملوها دائما. هذه هي اللي شاركتها معكم في المشتريات اللي خديتها من اكسيون. هي الملح راه كاتبين سال بانك، كاتبينها باللونغلي بانك يعني غوز. غادي ندير الملح، يشريوها راها زوينه، كدير 2 €، 1.99 €، راه مليحه وصحيه في نفس الوقت، فيها بزاف فوائد قريت عليها. وغادي نضيف العطريه اللي كنديرها في الحريره، المهم ريحه القزبر ومعدن السكر فاش كتعطي من بعد ما بدات تسخن. المهم البنات هنا الفيديو ما عرفتش علاش شاركت معكم يعني كاع التوابل اللي حضرتهم. المهم من بعد ما درت التوابل كلشي في الحريره خليتها طيب، وهنايا درت الماء دافي ودرت فيه الدقيق 2 معالق كبار كما شفتوا معايا الفيديو، ونضربوهم مزيان. وغادي نضيف لهم هذا طوماط كونسونطري ونحركوها مليح. باش غادي ندوروا الحريره. بالنسبه للتوابل انا درت سكينجبير، كاين اللي يديرو كاين اللي ما يديرش. المهم انا كندير في سكينجبير، كندير كرويه، كبابه، حبه كحله، بزار احمر، كاع حاجه ضروريه في الحريره. هنايا من بعد ما وجدتها، هنايا من بعد ما طابتها البنات الحريره حليت عليها كما كتشوفوا صافي. غادي نضيف هذا الدقيق والماء وطوماط كونسونطري، وغادي نحركهم مزيان مزيان. ومن بعد غادي نضيف لهم واحد شويه الشوربه فيرميسيل، ديك شويه المويه ولا رقيقه كاع، ونحركو ضروري بالتحريك باش ما تلصقناش ولا نقصوا النار. هنايا عندي الشوربه كما كتشوفوا، ها هي كانت ضربه في هذيك الضون تاع كوزينه صافي. وغادي نبدا نحركو مزيان حتى نحصلوا على واحد المكونات يعني تاع الحريره كما العاديه كما كتشوفوا هنايا. غادي نستمر في التحريك حتى تبقى تتبخ وتعطي داك اللون الاحمر تاع الحريره، يعني داك حتى طيب. ضروري نخليوها طيب حتى طيب داك الدقيق اللي درناه من يطيب داك. المهم البنات صاي هي الحريره نتاعنا من بعد ما طابت، هذا هو الشكل النهائي نتاعها كما كتشوفوا. كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه وصحيه في نفس الوقت. المهم هذه ضروريه في الطاولات الرمضانيه تاع رمضان كما تعرفوا، خصوصا المغاربه. الا ما كانش الحريره ما كاين والو فوق الطابله، هي اللي كتكون هي كما يقولوا ملكه الطاوله الرمضانيه، كتكون حاضره 30 يوم. المهم نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.